النتيجة مش زي ما كنت متوقع. انا عارفة الاحساس ده كويس. كداب اللي يقولك ان الثانوية بتتنسي. احساس ان الدنيا كلها وقفت قدامك، انك تهت، انك كنت راسم ومخطط لحاجات كتير قوي 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 في دماغك، بس الحاجات دي كلها في ثانية اتهدت. كنت راسم طريق مليان بالنجاحات، متخيل حياتي كلها قدام ماشية ازاي، وفجأة كل ده يطلع سراب، مش حقيقي. والتفكير، هل انا السبب؟ هل انا ما تعبتش كفاية؟ هل ده فعلا مجموعي؟ يعني كل اللي انا عشته ما كانش كفاية او ما كانش تمن لحلمي؟ انا خذلتني، انا ما حققتش حلمي، انا خذلت اهلي، انا مش جدير بالثقة اللي هم كانوا مدينها لي، انا ما حققت لهمش حلمهم، انا ما فرحتهمش، ولا بلا 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 افكار كتير شيطانية من دماغك. انت ما خذلتش حد، اقولها بصراحة، انت اتظلمت، لان انت تعبت وذاكرت وسهرت وعملت كل اللي تقدر عليه، وكنت حاطط كل طاقتك، وحرفيا كنت قاتل نفسك فيها السنة. في الاخر we are in Egypt، يعني مفيش كلام نقول اكتر من كده. بس تعبك ده كله عند ربنا، ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. تعبك طول السنة عند ربنا، نتيجتك مش النهاية. مش عشان خلاص ما بقيتش الدكتور ولا بقيت المهندس الفلاني بقيت انا الفاشل اللي في العيلة، انا اللي ما جابش مجموع، انا اللي اتحط عليه، انا اللي مش نافع. لا لا لا، النتيجة مش النهاية، النتيجة بداية طريق تاني ربنا اختارهولك، طريق تاني انسب ليك ربنا اختاره عشانك، طريق تاني مليان بحاجات حلوة كتير ما كنتش هتشوفها لو كنت سلكت سكة تانية. الأهم دلوقتي من أي شهادة هو رضاك. انت راضي من قلبك؟ اسأل نفسك، هل أنا راضي من قلبي بالوضع اللي أنا اتحطيت فيه؟ هل أنا راضي؟ ده قضاء وربنا كتبه عليك. هل أنت راضي؟ الأهم من الشهادة دلوقتي إن أنت راضي، رضاك، صبرك، سعيك، وثقتك في إن ربنا هيعوضك بأنسب حاجة وبأكتر حاجة خير ليك. محدش بيكسب الرحلة كلها من أول امتحان. شد حيلك كده واعدل طريقك وابدأ من جديد. انت محدش أحسن منك في حاجة، انت بس في أول السطر، وكل أول سطر بداية قصة حلوة بتتكتب. في دعاء حلو كده بيقول اللهم دلني على الخير ثم ارضني به. يعني يا رب اختار لي انت الخير، انت اللي شايف وانت اللي عالم، انا معرفش حاجة، انا بنظرتي المحدودة انا معرفش حاجة، اختار لي الخير وارضيني بيه. اللهم دلني على الخير ثم ارضني به. وانا هنا مش بقولك ان انت متزعلش، لا خالص، ازعل وعيط وصرخ وقطع اكل واعمل اضراب واعمل كل اللي انت نفسك فيه. ما تكتمش في روحك، ما تقفلش على قلبك، عشان لو عملت كده محدش هيتعب غيرك، وصدقني محدش هيتعب غيرك. ادي حزنك وقته وازعل زي ما انت عايز، بس ما تفضلش في حزنك ده طول العمر. الحياة ما بتقفش على كلية ولا ما بتقفش على مجموع، الحياة مكملة، محدش هيفضل واقف في مكانه غيرك. قوم واصنع حلم جديد واحلم حلم جديد واسعاله. كلية مش النهاية ولا المجموع حكم مؤبد اتكتب عليك. ياما ناس جابت مجاميع عالية وتاهت في السكة، وياما ناس دخلت كلية مش حباها وبقيت حاجة تانية خالص. اللي بيفرق بس انت مين، وعندك إصرار انك تبقى شخص ناجح بجد، تبقى بني آدم ولا لأ. أنا بس عايزة منك طلب صغير كده اهو، طبطب على روحك، طبطب على روحك، لأن انت مش لوحدك، انتوا كتير أوي، احنا كتير كتير أوي. we are in Egypt يا صديقي. فخلاص طبطب على روحك، لان انتوا كتير وكلكم قلبكم وجعكم، بس عندكم فرصة. احلم من تاني، ابدأ من تاني. انا هحلم حلم جديد وهسعاله. انا كان حلمي في كلية وما طلتهاش واتحطيت في مكان تاني كنت بكرهه. انا كنت بقول مستحيل، انا مستحيل اروح هناك، مفيش غيرها والله. بصي مفيش غيرها قبلاكي. ها
وهي دي الخير. لو انا مش مقتنعه دلوقتي او انا مش شايفه، بس لا، هي دي الخير، وقدام هشوف ان ده الخير. ربنا هيعوضني فيها. تعبك مش بيروح، ربك عادل. صدق من جواك ان انت تستاهل كل خير وكل حاجه حلوه، وصدقني والله جايه، والله فرحتك جايه. ابعت الفيديو ده لصاحبك ولصاحبتك اللي الثانويه حطت عليهم، وخليكم عارفين ان ياما ناس بدأت من الصفر وسبقت ناس كتير.